واخيرا البيك الحقيقي في مصر. اخيرا واحد من صحابي استرجل معايا وجاب لي البيك وهو جاي معاه من السعوديه. جبت البضاعه؟ البضاعه معاك صديقي والله. يا عمرو يلا بس اصحابي يا جدعان. اه والله حبيبي يا عم. تعالوا نشوف الشنطه دي جواها ايه. معلم يا معلم يا معلم. قلت له عاوز اجرب المسحب والبروست وسندوتش البيك بيك، بس هو للاسف فرع المطار بتاع البيك ما لقاش فيه بروست. قال لي لقيت حاجه كده اسمها جامد، اسمها بيكيز، فقال لي جبت لك عشان تجربها. خلينا نبدا باول حاجه معانا المسحب. 10 قطع مسحب وانا طلبتهم سبايسي. جاي معاه رغيف العيش ده، صلصه طحينه وصلصه مسحب. ده بقى شكل مسحب البيك الحقيقي. افتح من جوه، سبايسي واصل كل حته، وقطع فراخ مش فراخ مفروم. النيو شكلها من جوه ريحتها حلوه. بسم الله. السبايسي بتاعها جامد والتوابل بتاعتها حلوه. نقطته الوحيده عشان قعد تقريبا يعني 6 ساعات في الرحله دي، فطبقه الكرانش دي مش مقرمشه خالص ولا حاجه، بالعكس هي طريه جدا. سحب من جوه جامد. بطاطس البيك السعوديه على الاراضي المصريه عاديه شويه، ما فيهاش بهارات، ما فيهاش ملح، ما فيهاش حاجه، بس خد بالك برضو ان هي بقى لها تقريبا اكتر من 4-5 ساعات عشان تجي لنا هنا. هسخن بس واحده مسحبايه كده، ده لفه كده في الميكرويف. جامد قوي، حاجه كده انت بتتكيف بيها. نجرب الصلصات بتاعتهم دي صلصه مسحب. تحسه كاتشب حراق شويه. ودي صلصه طحينيه، كانوا بيقولوا في توميه تقريبا بتيجي مع المسحب، مفيش ولا واحده توميه. الطحينه غلا بس مش راكبه مع الفراخ، يعني صلصه المسحب دي احلى منها. مش عارف ليه مفيش توميه، يعني دايما بيقعدوا يقولوا التوميه بتاعت البيت برضو جامده، بس ما جاتش معايا. حبيت المسحب ده بكل قطعه مسحب من ال10 دول. الناس اللي بتقعد تقول لا انتم مقفرين وبتاع، طعمه حلو قوي. دي تاني حاجه عمرو جابها لي، اسمها بيكيز. قطع من صدور الدجاج، 5 قطع من صدور الدجاج خاليه من العظم. برضه كان جاي معاها العيش ده، وبرضه صلصه طحينه وصلصه مسحب. جاي معاها يعني زي شيبس كده بالمنظر ده، شويه صغيرين. ودي قطع الصدور، هي قطع ستريبس، يعني دي لو كانت لسه طالعه كانت هتبقى مقرمشه كده. بسم الله. شيبس نضيف جدا من جوه، بس مش حاسه يعني زي المسحب قوي، يعني حتى اللون الاحمر او البهارات اللي فيه مش واصله له جوه قوي. مكتوب عليه سبايسي من هنا بس مش حاسه قوي سبايسي. ده الشيبس بتاعهم بعد ما اتبهدل. بهارات حلوه شبه الليز شويه، بس يعني حط في بالك ده شيبسي قاعد 4 ساعات عشان يجيلك. انا بجد معرفش اصلا البيكيز دي لا بكام ولا الوجبه دي تبعها ايه، ولا عمرو حتى يعرف، بس هو قال لي بس انا يعني عجبني اسمها فقلت اجيبها لك. شغال بس حاسس يعني عادي، موجود عندنا كتير منه في مصر. حاجه معانا هو سندوتش. ايه ده هو تقيل كده ليه؟ سندوتش البيك بيك. لا ده وزن سبايسي وجبنه. بصوا وزنه عامل ازاي تحت كده. واو، هذا ما نتكلم عنه. بصوا حجم السندوتش عامل ازاي. كيتو في ايدك اصلا يعني تقيله، ده ازاي هينزل جوه بطنك. مليان فراخ من جوه وصوصات وجبنه وسبايسي، والموضوع شكله جامد. بصه كده يا لهوي، من جوه فراخ، خيار مخلل، سبايسي، كول سلو كده. الفراخ بصوا السبايسي واصل لكل حته ازاي. لفيته لفه كده دقيقه في الميكروويف. انظروا الى هذا الساندوتش الفجر ده. انا عارف انت متخيل ان ده ساندوتش جاي لك من دوله تانية. بسم الله. ساندوتش مليان فراخ بطريقه، يعني ساندوتش 3/4 او نصه عشان ما اكونش ببالغ فراخ، ويدوبك جبنه وصوص وخيار مخلل وبتاع ده بس بيحوطه عشان ما يضيعش طعمه. فانت بتاكل فراخ والموضوع عشان سبايسي وجبنه وكده، موضوع جامد قوي. وهي الفراخ تحسها فراخ المسحب بخلطه المسحب، مش حتى زي الستريبس. البيك لو فتح في مصر حرفيا هيكسر الدنيا. انا لو بعمل اعلان للبيك مش هقول كده، فخر الصناعه السعوديه. وده نص ساندوتش بس، يعني لسه فيه نص تاني كامل. الحاجه الوحيده المصريه في فيديو النهارده. الموضوع مش طعم بس، يعني عاوزك تتخيل ان الحاجات دي بقى لها مثلا 4-5 ساعات عشان تجيلي، وانا دوبك بسخنها وشايف ان طعمها حلو. تكوين الساندوتش بحجم الحشو اللي جواه مع العيش الرفيع ده. بتاكل فراخ وبتاكل حاجه، مش بتاكل عيش، مش بتاكل حاجه بطعم الفراخ كده. البيك من وجهه نظري مميز. انا مبسوط جدا.
انا عارف ان احنا كنا جربنا من اسبوعين تقريبا محل فتح باسم البيك في مصر وما كانش ليه اي علاقه بالبيك، بس كمان بعد ما دقت بقى البيك الاصلي لا خالص، ده في حته فوق خالص وده على الله حكايته. فما ينفعش بعد ما البيك تعب في الاسم ده وتعب في الكواليتي دي وتعب في كل حاجه دي يجي حد مثلا ايه ياخد اسمه ويعمل بيه محل تاني ويقول لك انا البيك، ولو حد ما يعرفش هيقول لك ايه يا عم اللي انت بتقوله ده. تجربه مميزه جدا، معرفش ليه الناس بتحب انا هبقى مختلف فانا لا البيك ده مش عاجبني، لا البيك حلو وطعمه حلو ولو فتح في مصر تاني هيكسر الدنيا. فعاوزين نقول شكرا لعمرو على رعايته للفيديو ده، شكرا لعمرو اخراج ومونتاج ودوبلاج وميكساج وديزني لاند وكل حاجه انت نفسك فيها حبيبي. يلا عمرو، ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير، وبرده ما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كود دي تاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم.